لو انت زي كده مانع البانيه والبيض والزبادي واللبن والخضار والكلام ده كله، فتعالى اقول لك ايه البدائل اللي ممكن تعتمد عليها تساعدك في الموضوع ده. خلينا متفقين ان اغلى حاجه في النظام الغذائي هو البروتين، فخلينا نبدا بالبروتين. احنا عندنا في البروتين بدائل كتير جدا زي السمك المكاريل وسمك الفيليه القشر البياض. خد بالك عشان ده غير السمك الفيليه اللي موجود في السوبر ماركت ابو 100 جنيه. وكمان عندنا اللحمه، هي غاليه ولكن طبعا من ضمن الاختيارات اللي تقدر تختار منها، انا حبيت اضيفها لك وانت اختار المناسب لميزانيتك. وكمان عندنا التونه، ولكن ما تكترش منها، معاك من مرتين لثلاثه في الاسبوع، وحاول ما توصلش للثلاثه لان التونه كلها زئبق. وقبل ما تقول لي انا هروح اشتري نوع تونه غالي، كل سمك التونه مليان زئبق، فاهمني؟ فالموضوع مش غالي ورخيص. وكمان عندك السلمون المعلب تقدر تستخدمه. ونصيحه مني للناس اللي بتاكل سمك، اي حد بياكل سمك حاول دايما تختار السمك اللي متربي في البحر، السمك الحر مش تربيه المزارع. بالنسبه لموضوع الكربوهيدرات، فاحنا عندنا مصادر كافيه ووافيه جدا زي الرز، زي البطاطا، زي البطاطس، زي التوست. انا مش بفضل التوست قوي، ولكن انت لو بتفضله فده اوبشن من ضمن الاوبشنات. بالنسبه لموضوع الدهون الصحيه، فاحنا عندنا زبده بلدي وسمنه بلدي وزيت زيتون. اهم حاجه تجيب الحاجه دي اصليه، عشان انت طبعا عارف ان المضروب كتير. ويا ريت بلاش تلجا لاستخدام السكر الدايت والكلام ده كله، عشان ده كله ضحك على العقول، ملوش 30 اي لازمه، ومخاطره زي مخاطر السكر العادي. هو بيروج لك للسلعه دي عن طريق ان هو زيرو سعرات ومش زيرو سعرات. انا ما يهمنيش السعرات قد ما يهمني الفايده اللي هاخدها من الحاجه اللي انا هاكلها دي. وتقدر طبعا تستخدم الفاكهه. وبس كده، ركز واختار اكلك بعنايه، وخد بالك من نفسك عشان محدش هياخد باله منك اكتر من نفسك. ويا ريت يعني ايه الكلاب اللي بتعوي عندي في الكومنتات تهدى شويه، ماشي؟ عشان انا لما هلاقي كلب بيعوي عندي هدخل اعمل له بلوك. خلصنا يعني، مش هنحرق كتير. احنا بنحاول نفيد الناس اللي عايزه تستفيد. اي شخص بقى فاهم ان هو فاهم وفاهم ان هو مش عارف ايه، مفيش مشكله. انت فاهم ان انت فاهم، طبق يا باشا اللي انت فاهمه على نفسك وعيش. انا عندي مبدأ بسيط كده، معلش ما حدش يزعل مني بس لازم اقوله: كان العلق نفع نفسه. فاللي عنده حاجه تفيده ينفع بيها نفسه. ما تخشش عندي في الكومنتات تعمل فيها مثقف. بس كده، سهله. صباحكم فل. تحياتي.